ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم هبة من قناة بيتي كل حياتي. طبعا انتوا عارفين انا اليومين اللي فاتوا عملت معاكم عجينة البيتزا ووريتكم طريقة التفريز بتاعتها ازاي. بس في بنوتات قالوا لي لا انتي حاطه زيت كتير والعجينة هتفتول وازاي تحطي فيها بيض. دلوقتي هشرح لكم كل حاجة. زي ما انتوا شايفين انا عندي زيتون زي ده كده مخلي ومحشي جزر، فده اللي انا هستخدمه لان هو اللي متوفر عندي. وهستخدم جبنة رومي وجبنة موتزاريلا ومقطعة طماطم وفلفل. وطبعا طلعت العجينة من الفريزر تفك. يعني طلعتها في ربع ساعة كده فكت. ودلوقتي هعملها معاكم. في بنات بقى قالوا لي لما تفرزيها هتفتول منك، انتي حاطه زيت كتير وازاي تحطي فيها بيض. العجينه بتاعت البيتزا مش بيتحط لها بيض. بصوا الحاجات دي انتوا اللي تقدروا تعملوها وتتحكموا فيها، عايزه تحطي بيض حطي، مش عايزه برضو براحتك، بس انا بحط علشان اخلي القيمه الغذائيه اعلى. لان انا عندي انس، ابني اللي هو الصغير اللي عمره سنتين، لما بياكل البيتزا بيشيل كل اللي عليها. يعني بيشيل الفلفل والجبنة والطماطم وياكل العجينة بس. فانا بحاول ان انا اعمل في العجينة قيمة غذائية عالية علشان برضو يستفاد منها، ما يعتبرش ياكل كده مية ودقيق. لان لو عجنتها بمية ودقيق وخميرة وسكر، طيب ابني استفاد ايه هو كده لما كلها؟ انا حبيت ان انا اخلي القيمة الغذائية بتاعتها عالية جدا، بحيث لو الطفل كل العجينة بس تكون مفيدة ليه برضو. فاهمين؟ فبرضو انتي تقدري تتحكمي بايديكي، انتي تعمليها بمية ودقيق بس، تعجنيها بشوية لبن، تحط لها بيض زيت زي ما انتي حابة. عايزة توفري في العجينة بتاعتها وما تحطيش كل الحاجات اللي انا حطيتها، تقدري بالخميرة ومية دافية، معلقة من اللبن البودرة، وكمان شوية من الزيت قليلين وتعجنيها على كده وخلاص. لكن انا عشان بفرزها بزود في الزيت علشان كمان تخلي العجينة طرية. وانتوا زي ما انتوا شايفينها قدامكم، ولا مفتولة ولا مقطعة زي ما قلتولي في التعليقات. وفي بنات بقى يقولوا لي لا دي لما تتفرز هتطلعيها مقطعة وهتفتول منك ومش هتبقى حلوة. بصوا حبايبي، انا عمري ما بعمل فيديو غير لما اكون متأكدة ان هو فعلا هيفيد، وفعلا انا ابقى مجربة الحاجة على نفسي قبل ما اقدمها لحد، عشان محدش يجرب الحاجة وتبوظ منه في النهاية هيدعي عليا. فحبيت ان انا اقدم لكم الفيديو واوريكم ان العجينة سليمة اهي زي ما انتم شايفينها. وهتشوفوها كمان بعد ما تطلع من الفرن طرية وتحفة جدا، ما نشفتش ولا فتولت ولا جرالها اي حاجة. وحبيت برضه اوضح لكم البيض اللي انا حطيته. وكمان كترت من اللبن البودرة شوية علشان يكون قيمة العجينة غذائية ومفيدة للأطفال. لأن زي ما قلت لكم أنا عندي أنس الصغير بيحب ياكل العجينة وبيشيل كل الخلطة اللي أنا حطاها فوق دي، يعني ممكن يشيل الفلفل ويشيل الجبنة والحاجات دي وياكل العجينة بس. وبرضو ساعة ما عملت العجينة وطلعت من الفرن على طول بقى شبطان ان هو ياكل العجينة اللي انا عملتها، وبقى ياكلها من غير ما احط فيها حشو ولا اي حاجة. حتى انا قلتلكوا في الفيديو انا عملت 6 بس، ولادي خدوا واحدة واكلوها لان هما بيحبوا طعمها كده. وعلى فكرة العجينة دي بتخلي طعمها حلو جدا، كأنك عاملة فطاير. يعني كأنك مش عاملة عجينة بيتزا، كأنك لا عاملة فطاير ومقدماها لولادك. وزي ما انتوا شايفين اهي طلعت من الفرن، ولا اتقطعت ولا فتولت ولا حصل لها حاجه، طريه جدا اهي واقطعها قدامكم. وكمان هوريكم قطعه منها دلوقتي هتلاقوا العجينه طريه ما نشفتش وحلوه جدا جدا، لازم تجربوها. وزي ما قلت لكم حابين تقللوا المقادير بتاعه العجينه قللوها. وهسيب لكم على الشاشة دلوقتي طريقة العجينة اللي انا عملتها لو في حد ما شافهاش. اهي قطعة البيتزا زي ما انتوا شايفينها، بصوا طرية ازاي اهي، ولا ناشفة ولا فتولت ولا قطعت، طالعة اهي القطعة سليمة.
وحلوة جدا وطعمها عاملة زي الفطاير بالظبط، لان البيض اللي انا حطاه والزيت واللبن وكل الحاجات اللي انا حطيتها معاها عاطينها طعم جميل جدا. جربوها لولادكم ومفيدة جدا جدا، افيد بكثير ما تعملي العجينة بتاعتها دقيق ومية. وحاجة مهمة جدا عايزة اقولكوا عليها، انا حطيتها تحت الشواية وما شغلتش الفرن خالص، شغلت الشواية بس لحد ما وشها احمر. جربوها لولادكم بإذن الله تعجبهم جدا، واشوفكم يا حبايبي في فيديو جديد. باي باي.